قصة كريستيانو رونالدو من الفقر المدقع إلى العالمية والثراء. زاد سنة 1985 في البرتغال، وبالتحديد في قرية فقيرة اللي معروفة ماديرا، وسط عائلة فقيرة بزاف. كانوا 3 ديال الخوت والأم، والأب ديال كريستيانو رونالدو كان مدمن على الكحول والقمار. وسط الفقر اللي كانوا عايشين فيه حتى من الماكلة، وكانوا ما كيلقاو ما ياكلوا أيام وأسابيع، وكانوا كينعسوا في غرفة واحدة بحال الباط ديال السردين. رغم هذه المعاناة، كريستيانو من صغرو كان كيركز غير على الكرة، وكان عنده حلم كبير باش يولي لاعب عالمي، وكان ديما كيحلم ويزيد يحلم. ملي وصل 12 عام قرر يخلي عائلته ويسافر بوحدو للعيش في لشبونة باش يلعب مع سبورتينغ لشبونة. كانت بداية صعيبة عليه، كان كيبكي بالليل حيت كانت توحش عائلته وأول مرة يسافر في حياته، ومع ذلك كان متمسك ومتشبت بالحلم ديالو، ولكن هو بقى مركز غير على الكرة، والصبر والإرادة عطاهم كاملين في الكرة. في 2003 المدرب ديال مانشستر يونايتد شافو كيلعب مزيان في واحد المباراة، وقال هاد الولد خاصو يكون عندنا، وداه لمانشستر يونايتد وهو صغير في سن 18 سنة. في 2008 ربح الكرة الذهبية الأولى ديالو، وبداو يعرفوه الناس في العالم، وبدات الشهرة ديالو كتحلق في أعالي السماء. وفي 2009 وقع مع ريال مدريد بصفقة خيالية ديال 94 مليون يورو. ومن هذاك الوقت بدا كيسجل أهداف كثيرة لا تعد ولا تحصى، ورجع الهداف التاريخي ديال ريال مدريد. ربح مع الريال 4 ديال الكرات الذهبية و4 ديال الألقاب ديال دوري أبطال أوروبا. في 2018 مشى لجوفنتوس وربح الدوري الإيطالي، وفي 2021 رجع لمانشستر يونايتد، ولكن ما لقاش نفس النجاح. هنا غادي يقرر يمشي للنصر السعودي بعرض كبير وشبعان بترودولار على إيقاع هذا السعودي فوق. رونالدو حقق نجاح كبير في حياته بفضل الكرة، وكان كيتريني على راسو بزاف، وديما كيحترم نظام غذائي وصحي صارم باش يبقى محافظ على الرشاقة الجسمانية ديالو. القصة ديالو كتعطينا صورة على الحياة، نهار كتبغي كتحليك بيبانها، الا رضات عليك تعطيك كلشي، ولا سخطات عليك تحيد لك كلشي. وخلاو انا الزمان الا بغات تجي كتجيبها سبيبه، ولا بغات تمشي كتقطع السناسل. شنو الرأي ديالك في القصة ديال كريستيانو؟ خلي لنا تعليق ولايك الفيديو، وما تنساش تشترك في القناة باش نبقاو على تواصل.